مساء الخير. طريقة الفطير المشلتت في الطاسة، طريقة جديدة بقى، يعني أنا ابتكرتها بصراحة من شات جي بي تي. ايه بقى ان انا احط كمية خل على اي نوع دقيق يساعد العجينة انها تبقى مطاطية كده وتتفرد من غير ما تتقطع وتبقى رقيقة وتعمل طبقات حلوة. هنا انا حطيت 4 كوبايات دقيق، رشة ملح، معلقة سكر، ومعلقتين كبار خل، وكملت عليهم في كوباية مية وقعدت أعجن. هنا أخدت معايا حوالي كوبايتين مية أو أقل شوية. ده بالمناسبة نوع دقيق متعدد الاستخدامات، يعني بتاع كيك، بتاع أي حاجة تانية غير إنه بيبقى بتاع فطير. مع ذلك النتيجة هتطلع جامدة أوي. أنا عجنت شوية كده مش جامد وغطيتها، بسيبها ترتاح 10 دقايق وبرجع أديها تقليبتين 3 كده. ما بتاخدش معايا وقت ولا مجهود الحركة دي، وبتقوي العرق. بص عملت عرق ازاي وبتمط معايا ازاي. يعني الموضوع انا ما كنتش متخيل ان هينفع كده اصلا. طلع على عجينة جميلة جدا. تكرر العملية دي حوالي مرتين 3 كمان، وبعدين نقطع ونشتغل بيها بقى. انا بعتمد الطريقة دي في الفرد، بفرد واحط قطع زبدة كده، او تدهنها سمنة، زيت، اي حاجة انت حابب تحطها، مادة دهنية، وتقطع كده وتطبقها على بعض بالشكل اللي هتشوفه دلوقتي. الطريقة دي ما بتاخدش وقت ولا مجهود، ولا لازم تبقى محترف عشان تعرف تفرد كويس ولا اي حاجة. هي بتعمل كده وبتبقى قطعة العجين صغيرة اوي في ايدي، وبتتفرد وبتبقى على قد حجم الطاسة وبتبقى جميلة جدا. انا بسيبها ترتاح 5 دقايق ولا حاجة او اقل كمان، وبعد ما بسيبها ترتاح كده بفردها بالشكل ده. وبعدين بنضفها من الدقيق اللي فيها، وانزل في الطاسة تكون سخنة من قبل كده، وما استناش كتير، يعني 10 15 ثانية، واقلبها عشان ما تتحرقش وتستوي كويس. لازم اقعد اقلب فيها كذا مرة كده. الموضوع ما بياخدش وقت، بس لازم تبقى واقف فوقيها، يعني كل شوية تقلبها. بس النتيجة اوعدك هتكون جميلة جدا. الفطيرة هتبقى فعلا مورقة بجد، بطريقة احترافية وطرية جدا. ينفع تعملها، ترولها كده، تحشيها وترولها تاكلها زي ما هي. ينفع تغمس بيها في عسل ولا في جبنة، في اي حاجة، تبقى طعمها جميل اوي. متاخدش وقت على فكرة، يعني من اول ما عجنت لغاية ما سويتها واكلتها كمان ما خدتش بالظبط نص ساعة ولا حاجة، اكتر شوية مثلا. شوف بقى الشكل النهائي، شوف الطعامة والحلاوة، جامدة جامدة يعني. مورقة وشكلها حلو، خفيفة جدا ومتاخدش وقت. يعني دي انا يمكن هعملها كل يوم ولا كل شوية، كل ما احتاج فطيرة مشلتتة اروح اعملها على طول يعني. حكاية طعمها جميل اوي. اتمنى تبقى الطريقة واضحة وتعجبكم. باي باي.